السلام عليكم الخوت، كراكم دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انه تكونوا كاملين في تمام الصحه والعافيه وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غادي نديروا فيه رياكشن على الاعلام الجزائري. واخيرا الاعلام الجزائري يعترف بالمنتخب الوطني المغربي، يعترف بالانجاز التاريخي الذي قدمته اسود الاطلس هناك بالاراضي القطريه، ويعترف بان النخبه الوطنيه والمنتخب الوطني المغربي هو اقوى منتخب في القاره السمراء. غادي نشوفوا كاملين هذا الفيديو اللي تكلم فيه الحسين اشيو على المنتخب الوطني المغربي. الحسين اشيو الغني عن التعريف، اذا ذكرنا كاملين هو صاحب تمريرات الهدف ضد المنتخب الوطني المغربي في كان 2004 برسم ربع نهائي كأس افريقيا اللي سجل منها الشراد هدف ضد المنتخب الوطني المغربي، ومن ثم المنتخب الوطني المغربي كيرجع في النتيجه عن طريق مروان الشماخ، وتمكننا من الفوز في تلك المباراه بنتيجه 3 أهداف مقابل هدف واحد. الحسين اشيو يقول كلمه حق في أسود الأطلس، يقول ما كان يجب أن يقال في الإعلام الجزائري على المنتخب الوطني المغربي. نشاهدوا كاملين لا فيديو ونشوفوا الحوار اللي دار بينه وبين مقدم برنامج النهار في المونديال على قناة النهار الجزائرية. نشوفوا لا فيديو ونتبعوا كاملين. إذن حسين آشيو، كرة القدم فيها الكثير من المفاجآت، هل هي مفاجأة اليوم؟ أول مرة منتخب إفريقي يصل إلى الدور نصف نهائي، البرتغال بدون كريستيانو، المغرب لأول مرة في دور النصف النهائي، هل هي مفاجأة؟ لو كان نعاودوا نشوفوا قليل الوراء، منتخب مغربي لم ينهزم ضد منتخبات قوية، دائما كان حاضر ولكن بطريقته كما قال المدرب الآن في تصريحه. يعني كنا ننتظر أن اللقاء راح يصعب على البرتغال، ولكن شفنا منتخب مغربي أكثر قوة، يعني بادر أكثر من اللقاءات الأخرى. سجل، كان قادر يسجل هدف ثاني عن طريق هجمة مضادة. ما شفناش منتخب البرتغالي خلق عدة فرص للتسجيل. الشوط الثاني دخل كريستيانو، يعني ضيع كرة أو كرتين، حارس في المستوى، ولكن كانوا قادرين يقضوا يعني على المقابلة قبل يعني الوقت يعني الإضافي. حارس كذلك ما سقطش، اللاعب حب يلعب يعني بيشنات ويسجل هدف جميل. أنا نظن فاز بجدارة واستحقاق. لما نشوف الدور يعني الإقصائي اللي قبل سويسرا البرتغال، نقول أن البرتغال كان قوي ومن الصعب المنتخب المغربي يفوز عليه لما نشوف المباراة من قبل. ولكن لما نشوف المباراة اليوم ونحللها، شوف أن المنتخب المغربي عرف كيفاش يصمد، كان قوي وعرف كيفاش يلعب بقوته في الهجمات المعاكسة، وسجل هدف وصمد وعرف يشد كرة. أنا نظن فاز بكل يعني جدارة واستحقاق. هل المنتخب المغربي يلعب على قدراته، على عرف الركراكي بأنه يجب أن يبقى يدافع لدرجة كبيرة ثم يخرج وساعدوا الهدف اللي سجل في الدقيقة 42 توقيت مميز جدا، وبالتالي صامد واغلق كل شيء. شوف، لعب على قدراته، لعب على ثقته الكبيرة، لعب على مقابلات اللي أداها مع منتخبات قوية واللي ما خسرش فيها. لعب على الهدف الواحد اللي سجلوه عليه في طول المنافسة. هذه الأشياء كلها يعني أعطت يعني المنتخب المغربي ثقة كبيرة، وأعطت له يعني هذاك الروح المعنوية اللي يقدر ينافس بها أي منتخب. لما تلعب أنت ضد أكبر المنتخبات، كرواتيا، إسبانيا، وتلعب البرتغال يعني، والشوط الأول يعني احنا كنا نقول لازم المنتخب المغربي باش يعني يبقي حظوظه في الفوز أنه ما يتسجلش عليه في الشوط الأول، ولكن هو سجل، وبالتالي عامل إضافي. عامل إضافي. أنت وش راح يقول المدرب اللاعبين؟ أنتم على بعد 45 دقيقة من التاريخ، من نصف نهائي تاريخي. شوف اللاعبين كيفاش راح يتحمسوا حاكين، شوف كيفاش راح يعطوا كل ما عندهم. أنا نظن مدوا كل ما عندهم. شفنا سايس يعني الصخرة، يعني صخرة الدفاع كيفاش يعني تصاب، يعني لأنه مد لعب بكل قوته طيلت، وأحد يعني أحد الأعمدة في هذا الفريق اللي شفناه.
وراح يعني غيب عليهم ثقل كبير، راح يروح يعني من الدفاع. شفناه كيما يعني تصاب في اخر لقاء، باش تشوف باللي اللاعبين عطاو كل ما عندهم. ويعني في كرة القدم لما تمد كلش ترجع لك الكرة. وكيف ما شفتوا الخوت، هذا هو التصريح ديال الحسين اشيو لاعب المنتخب الجزائري سابقا. تصريح اللي كيبقى تصريح منطقي، وكيهنئ المنتخب الوطني المغربي بهذا الانجاز، كيهنئ النخبه الوطنيه بهذا الانجاز التاريخي اللي قدمته في كاس العالم 2022 بقطر. وما عليا الان غير نقول لكم تهلاو في راسكم، وموعدنا ان شاء الله فيديو جديد. تهلاو الخوت.